فنبدأ الأول طبعا دي أشكال اللي هي بتعرفك إحنا هنتكلم عن إيه، عن الأنظمة الهيدروليكية وعن رفع السيارات في محطات الغسيل وعن سدود المية وما إلى ذلك يعني. تمام. نبدأ بأول مصطلح عندي اسمه الكثافة، اللي هي حرف اسمه رو. بيكتب بهذا الشكل واحنا بنقول عليه رو. هي اساسا دينستي بالانجلش بس احنا بنديها الحرف ده عشان مش كل الحروف في اللغه الانجليزيه مكفياني، فبقول الكثافه رو. هي كتله وحده الحجوم من الماده، يعني الكتله مقسومه على الحجم. وهي خاصيه مميزه للماده بتطلع من العلاقه اللي في المثلث اللي امامك، ام اللي هي الكتله ماس، ورو اللي هي الكثافه، والفي الفوليوم اللي هي الحجم. فبقول رو بيساوي ام تقسيم الفي، ام تقسيم الفي، فيبقى كيلو جرام على المتر تكعيب، ده الوحده الدوليه، وتبقى معادله الابعاد ام على التكعيب اللي هي ام ال اس سالب 3. هتلاحظ ان مفيش مادتين لهم نفس الكثافه، فالذهب غير الحديد غير الالومنيوم غير الميه، بالتالي ممكن تعرف غش المواد من الكثافه. بعد كده هناخد الضغط السوائل. فنبدا الاول يعني ايه الضغط الاول؟ الضغط اللي هو البريشر، هو عباره عن القوه العموديه المؤثره على وحده المساحات. يعني معايا الشكل ده، الصندوق او الاناء ده بيأثر على مساحه معينه، باخد وزنه واقسمه على هذه المساحه فبيديني الضغط. فبقول هو القوه العموديه المؤثره على وحده المساحه، فبقول بي اللي هو البريشر تساوي اف على ايه. اف يعني قوه، ايه يعني مساحه. الاف هي عباره عن ام في جي، وهنا الايه اللي هي المساحه، والام نفسها بفكها اللي هي عباره عن الرو في الفوليوم اللي خدناها قبل كده. المهم هتوصل منها الى رو جي اتش اللي هو الضغط في السائل. تلاحظ ان اف يعني قوه، الاي يعني مساحه، الاتش هنا اللي هي العمق او الارتفاع، وهفهمه لك بعد شويه. تقدر طبعا من العلاقه اللي فاتت ديت ارجع لها واقول للطلاب ايه اللي عم توقف على الضغط؟ والقوه والمساحه. طبعا مع القوه تناسب طردي، مع المساحه تناسب عكسي. يبقى كلما زادت القوه زاد الضغط، كلما زادت المساحه قل الضغط. لذلك الابره بتاعت الخياطه مصممه بهذا الشكل، بحيث ان يبقى سنها الامامي مدبب او رفيع، مساحته صغيره، فتكون القوه الضاغطه بتاعته اكبر، فيخترق الملابس بسهوله. تمام. نيجي بقى الوحده الدوليه للضغط اسمها باسكال او نيوتن على المتر تربيع، فبالتالي معدة ابعاد الضغط هي ام تقسيم ال تي تربيع، او بنقولها ام ال اس سالب 1 تي اس سالب 2، لان احنا حولنا علامة التقسيم الى علامة ضرب، فبنحول الاس من موجب الى اس سالب. هنا اوريك احنا بنستنتج العلاقة ازاي، الطريقة تبقى فاهم بس. احنا عندنا البي عبارة عن اف تقسيم ايه، هنا في علامة تقسيم بس مش واضحة عشان الخط، والاف اللي هي ام في جي، يبقى ام في جي تقسيم الاي. يبقى هنا بنوصل علاقه انه الام عباره عن رو في الفي، والفي ايه في اتش اللي هي عباره عن مساحه في ارتفاع، فيبقى رو اي اتش جي تقسيم الاي. طير الاي مع الاي فيبقى عندي الرو جي اتش. لاحظ هنا بكرر بين الاف والاي هنا في علامه اسمها علامه تقسيم، في علامه ايه؟ تقسيم. فتخلي بالك من هذا الايه الامر عشان ما حدش يعتقد ان هي اف في ايه، لا هي اف تقسيم ايه. فوصلنا الى رو جي اتش. الاتش هنا اسمها عمق النقطه او عمق السائل، وده لازم اعرف بحسبه من النقطه وحتى سطح السائل، وليس من النقطه والقاع، وليس من النقطه ونهايه الاناء، دي بين النقطه وسطح الايه السائل. تقدر هنا تطلع بي بيساوي اف عليه، اعمل المثلث ده، والاف اللي هي ام في جي، وهنا رو جي اتش، واعمل هذا المثلث. طبعا ده عباره عن اواني مستطرقه، هتلاقي عندك في كتاب المدرسه. اواني المستطرقه عباره عن اواني مختلفه الاشكال والمساحات والاحجام. لما بحط سائل عند سكب سائل متجانس الكثافه زي الميه مثلا او زي الزيت في احد هذه الاوعيه، بنلاحظ انه السائل في هذه الاوعيه كلها بيكون له نفس الارتفاع الراسي اللي انا مشاور عليه، رغم ان هي مختلفه في المساحه والاشكال. لانه قال لي قاعده ان النقاط الواقعه في مستوى افقي واحد لسائل متجانس الكثافه لها نفس الضغط، بالتالي هيكون لها نفس الارتفاع. هنا اقدر اطلع العام توقف على الضغط عند نقطه في سائل، كثافه السائل، عجله الجاذبيه، عمق النقطه او الارتفاع. طبعا الاي اللي هي الاريا، والرو اللي هي الدنستي اللي هي الكثافه. هتلاحظ العوامل كثافه السائل، عجله الجاذبيه، وعمق النقطه عن سطح السائل. ركز بقى هنا بتحسبها منين؟
هنا انا بحسب من النقطه اللي انا هشتغل عليها لغايه سطح السائل، وليس لنهايه الاناء. خلي بالك من الحته دي. وليس افرض ان النقطه مثلا في هذا المكان اللي انا مشاور عليه، انا ما باخدش كده غلط. قصدي ما باخدش لغايه سطح السائل الاناء غلط، باخد لغايه نهايه سطح السائل بس. وما بحسبش من النقطه يعني لو النقطه تبدا من هذا المكان مش بحسب لتحت، لا انا باخد لفوق. يبقى انا هوريك هنا بالقلم اهو. خلي بالك معايا انه النقطه بتاعتك ما بتتحسبش من اي مكان، لازم من النقطه وحتى نهايه سطح الايه السائل اللي هو بيكلمك عنه. تمام. نرجع تاني للصفحه بتاعتنا ونكمل. طبعا بما انه ضغط السائل بيعتمد على ارتفاع عمود السائل، فالعلماء اخذوا الحيطه والحذر عند بناء السدود. فانا بوريك اهميه الفيزياء في حياتنا. تيجي تبني السد او زي بير مثلا في صحراء او ما الى ذلك، وعايز تخزن فيه ميه، لازم القاعده بتاعته تكون سميكه. ليه؟ لانه مع زياده العمق بيزيد الضغط، فلازم تكون القاعده اكثر سمكا عشان تتحمل الزياده في الضغط. ولذلك هتلاحظ هنا قاعده السد اسمك من القمه. وبالتالي هنا عشان بنحجز ميه كبيره لازم يكون انت مأمن نفسك، والا هينهار هذا الايه السد. هنا ما بيكون عندي سائل غير معرض للهواء الجوي، فايه العلاقه اللي عندي؟ بقول بي اللي هو الضغط بيساوي رو جي اتش. برسم علاقه بين البي والاتش بهذا الشكل، وهنا بيطلع الخط من نقطه الاصل ويبقى الميل عباره عن رو جي. ده في حاله اذا كان غير معرض. طب لو معرض، خلي بالك بقى معايا، هاخد نفس القانون بس اضيف اليه بي اير اللي هو البريشر اوف اير اللي هو ضغط الهواء، والرسمه شكلها هيتغير شويه. بدل ما انا بادئ من نقطه الاصل ابدا من هنا. النقطه دي ركز عشان اجيبها لك في المساله دلوقتي، هي عباره عن بي اير، هو ده الضغط الجوي. تمام. هنا بقى لو انا عندي عده سوائل غير قابله للامتزاج، يعني لا تمتزج مع بعضها زي زيت وميه، وعندي نقطة معينة وعايز أحسب الضغط المؤثر عليها، بشوف كل اللي موجود في النقطة وأحسبه. يعني النقطة إيه أهي؟ مين اللي فوقها؟ مية، وبعدين مين؟ زيت، وبعدين مين؟ هواء. إذن هي معرضة لثلاثة أشياء، فبقول بي توتال والضغط الكلي عبارة عن رو 1 جي اتش 1 زائد رو 2 جي اتش 2 زائد بي اي. تمام؟ فتخلي بالك من النقطة دي. هنا هجيب لك مسألة وابتدي اشتغل عليها. بقول لك احسب ضغط الماء المؤثر على قاعدة حوض لتربية أسماك، طوله 1.5 متر، عرضه 3 متر، والعمق بتاعه نص متر، وكثافة المية عبارة عن 1000. فبقول هنا بي بيساوي رو جي اتش، بالتعويض يطلع معاك 5000 باسكال. طب احسب بقى مقدار القوة المؤثرة على القاعدة. بقول اف يساوي بي ضرب الايه، يبقى هنا 5000 اهو. المساحة عبارة عن طول في عرض اللي هو 3 ضرب 1.5، يطلع معاك 22500 متر. دي فكرة. طب لما نجيب لك اسئله عباره عن اكمل ضغط السائل عند نقطه يتناسب نقط طرديه مع مين؟ مع عمق النقطه اسفل سطح السائل، وطرد مع مين؟ كثافه السائل اللي هي الرو. طب النقاط التي تقع في مستوى افقي واحد داخل سائل متجانس ماله؟ متساويه الضغط. كلما ازداد عمق النقاط عن سطح السائل اللي يحصل؟ يزداد الضغط. دي برضو بتخليك تعرف الدرس ماشي ازاي. الان احنا عاوزين معانا اناء ومعانا فيه ماء وزيت وميه وهواء، وهنا في نقطة إيه بيأثر عليها المية، وبيأثر عليها الزيت، وبيأثر عليها مين؟ الهواء. هو عاوز الضغط الكلي المؤثر على قاع الإناء. يعني عند النقطة إيه بجيب ضغط المية زائد ضغط الزيت ضغط الهواء. ضغط الهواء أنت مش بتحفظه. تمام؟ طيب باجي هنا كاتب بي توتال رو 1 جي اتش 1 زائد رو 2 جي اتش 2 زائد بي اير. البي اير هنا رقم أنت مش هتحفظه، هيديهولك في المسألة اللي هو 1.13، وأنا كاتبه لك هنا اهوت في 10 أس 5. هنا الرو بتاع المية 1000، ارتفاع الميه قال لي 10 سم، فبحولها من سم الى متر يعني 0.1. وهنا كثافه الزيت 800 في 10 في هنا 5 سم بتاع الزيت بحوله بيبقى 0.05، بحيث يطلع معايا الرقم الامامي. تمام. رسم بياني، ودي رسمه مهمه جدا لازم الطالب يتعود عليها، ازاي يستخرج منها البيانات في الرسم البياني. عامل علاقه بين الضغط والعمق بتاع النقطه بتاعي، وهنا في نقاط 1 2 3 4، وهنا نقطه هنا. فبقول لي هات الضغط الجوي عند سطح السائل. من الرسم واضحه، قلت لك من شويه هنا معناها بي اير،
يبقى البي اير هنا عباره عن 1. طب اضرب الواحد في كام؟ في 10 اس 5 اللي هي على المحور، مش هقول واحد بس لان هنا مضروب في 10 اس 5 عشان ما يقعدش يكتبها هنا كل شويه. طب النقطه ايه هنا كام؟ 2، يبقى 2 في 10 اس 5. طب هات لي بقى العمق. طب في الحاله دي السائل معرض للهواء، يبقى بي توتال عباره عن رو جي اتش زائد بي اير. طب 2 في 10 اس 5 يساوي 1000 ضرب 10 ضرب اتش زائد 1 في 10 5. 10 اس 5 تطلع معاك الاتش بكام؟ ب 10. بكده بنكونوا احنا اخذنا الجزء الاولاني اللي هو بتاع الكثافه والضغط، وتبقى عارف انه الضغط بيأثر على اي نقطه من جميع الاتجاهات، وتعرف موضوع الاواني المستطرقه، وفي حاله السائل معرض وغير معرض. الحاجات ديت مهمه جدا في الاختبارات. ان شاء الله هترك لك رابط التليجرام عشان لو عايز تشوف اي مراجعات اي شيء عندي. اتمنى منكم بس مشاركه فيديو لاكبر عدد ممكن حتى يتسنى للجميع مشاهدته. اشكركم والسلام عليكم.